السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم برياني الدجاج بطريقة سهلة كيجي المذاق ديالو رائع. في المكونات غادي نحتاج، عندي هنا قطع ديال الدجاج، انا هنا الدجاج عندي بالعظم، عندي هنا البصلة اللي مقلية، تقدروا ديروا غير البصله عاديه وتحمروها مزيان في الزيت، عندي شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال الكركم، سكينجبير، تقدروا ديروا غير سكينجبير طري، وعندي قزبر، فصوص ديال الثومه، نص حامضه، غادي نحتاج شويه ديال النعناع والقزبر ومعدنوس، وغادي نحتاج لدانون مسوس، وغادي نحتاجو للرز بسمتي يكون نوعيه جيده. غادي نحتاج شويه ديال زيت الزيتون ونص كاس ديال الماء. غادي ناخذ هاد المكونات كامله نديرهم في الخلاط، غادي نزيد عليهم الماء ونطحنهم مزيان حتى يتجانسوا عندي العناصر. هذه هي التتبيله اللي غنديرها للدجاج. من بعد ما طحنت المكونات كامله غادي نديرها فوق الدجاج وغنخليها الدجاج انا ليله كامله. تقدروا ديروه في نفس النهار، يعني تخليوه غير واحد نص ساعه ولا ساعه. من بعد ما دازت ليله كامله غادي نطيب الدجاج، درتو فوق البوطه، خليته ما زدت عليه لا ما لا والو، خليت غير المكونات اللي كانوا فيه حتى بدا هكا كيبان لي كيتجمر وقلال فيه الماء، عاد زدت عليه شويه ديال الماء. دابا غنخلي هاد الماء تطلع فيه الغليه باش نزيد عليه الرز. هنا خديت شويه ديال الماء، غادي نسمو بحبه الهيل اولا قعقله، شويه ديال القرنفل، وغادي ندير الملح، الا كان ورق الغار حتى هو زيدوه كيعطي واحد النسمه رائعه. بالنسبه لهاد المنسمات كديروا على القياس ديالكم. غادي نزيد هنايا واحد شويه ديال القرفه، قرفه عواد، وغادي نزيد معلقه كبيره ديال الزبده. نخلي هذا الماء يغلى وغادي ندير فيه الرز. هنا عندي الرز بسمتي غسلته مزيان مره وزوج وثلاثه حتى ولا كينزل الماء ديالو نقي صافي. غادي نخليه غير تطلع فيه الغليه 3 دقائق نحيدو باش يكمل الطياب ديالو مع الدجاج. من بعد ما حيدته وصفيته تقطر مزيان من الماء اللي كان فيه. غادي ناخذ هنا البصله اللي ديجا قلت لكم محمره، تقدروا تستغناو عليها، وغادي ناخذ شويه ديال المعدنوس قطعته، تقدروا تزيدوا معاه حتى النعناع، راه كيعطي فيه واحد المذاق رائع. غناخذ كميه من هذا الرز نزيدها على الدجاج، وغادي نرش شويه ديال البصله والمعدنوس. من بعد غندير كميه اخرى ديال الرز، غنكمل بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. صافي هنا غادي نغطيه غنخليه يطيب على نار مهيله واحد 10 دقائق كيكون واجد. ها هو دابا الرز عندي واجد، غادي نحطه في طبق التقديم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الرز من بعد ما وجد، كيجي رائع في المذاق. نتمنى انكم تجربوه وينال اعجابكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.